ازيكم عاملين ايه؟ معاكم محمد شرف على قناتي. من فضلكم متنفعش تفعل الجرس واشتراك ولايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدا. ان شاء الله النهارده غير يوم عادي، يوم مرعب يا جماعه. جينات متوحشه. النهارده باذن الله هنتكلم عن جيناتك المتوحشه، عن عدم استسلامك ويأسك، انك عايز تحقق اهدافك واحلامك بغض النظر عن التجارب اللي قابلتك في حياتك. لو انت عايز تكمل للاخر كمل الفيديو، ما تقلبش واستنى هتلاقي الاحسن. انا واحد من الناس لو عايز اوصل لاهداف واحلام في حياتي، او كل انسان عايز يوصل لاهداف واحلامه في حياته، تمام، لازم يكمل. يعني انا واحد من الناس بتعب، بجتهد، شغال على نفسي، ما بقعدش، ما بستسلمش. دايما في شغل وفي تعب، ما بقفش، ما بستسلمش. دي فشلت بروح لغيرها، دي فشلت بروح لغيرها. وحتى لو ما نجحتش على اليوتيوب هنجح في غيره وغيره وغيره. اللي هو ما بستسلمش، ما بقفش، ما بستنبطش، ما بقعدش في مكاني ومنتظر حد يساعدني، ما بعيطش، ما ببكيش، ما بحطش ايدي على خدي ومنتظر ان حد يقومني. لا، انا بقوم نفسي بنفسي. انا قادر ان انا انجح، انا قادر ان انا احقق كل ذاتي. مش مستني ان حد يقومني، مش مستني ان حد يقول لي لا فوق اقف. انا اقدر افوق نفسي، انا اقدر انجح، انا اقدر اوصل اللي انا عايزه. انا مش محتاج ان حد يقول لي لا، ما قوم حاول كمل، لا. تمام. وكما قال ارشميدس يا جماعه، الراجل ده قال كلمه جميله قوي، تمام، وكانت من بالنسبة لي مؤثر قوي على النجاح، وهي: حدد لي موقعي الآن وسأحرك لك الكرة الأرضية. يعني حدد لي هدف معين. أنا عندي هدف، تمام، وعارف موقعي وعارف طريقي، أنا ممكن أحرك الكرة الأرضية كلها. فيا جماعة، الإنسان يقدر يحقق المستحيل. أنت تقدر تحقق اللي أنت عايزه، تمام. وفي مثل عظيم جدا بيقول، تمام، المثل ده بيقول: البحر الهادئ لا يصنع بحارا مانا. يعني يا جماعة، يعني عمر الحياة السهلة ما تصنع إنسان عبقري. فاحنا لازم نكون فاهمين المنطق ده، إن ما عمر الحياة السهلة ما هتقدر تصنعك ولا تهيئك عشان تنجح. لأن احنا بنقابل ظروف كتير وضغوط في حياتنا. هي ليه الظروف دي بنقابلها والضغوط دي بنقابلها؟ عشان تقويك، عشان تديك مناعة أقوى، تديك قوة وحافز إنك تكمل. ربنا عز وجل، تمام، حط جوه الانسان على مسام الجلد، على الجلد نفسه، تمام، حط حاجه اسمها ايه؟ اشارات دفاعيه. بمجرد ان انت تتخبط في حاجه، او تحصل لك صدمه او خبطه او اي حاجه، بيبتدي الجسم، تمام، يديك الاحساس بالالم. طب ليه الاحساس بالالم؟ قالك الاحساس بالالم عشان تشعر بيه. فلما تشعر بيه وانت معدي على حاجه، او اتخبطت في حاجه مثلا مره وانت مش قاصد، تاني مره تحرص. عايز اتعلمك ان انت اتألمت اهو، فما تعملش كده. ده دفاعي ليك انت، تمام، عشان تحميك من الاصابات، من الخطر، عشان تبين لك ان الالم ده، تمام، موجع. فما تعملش كده تاني، او حاول تحرص، تيجي تاني مره تحرص. دي النتيجه. وربنا خلق لك الدفاعيات اللي في جسمك دي تعليما ليك. هو احنا سبيلنا في الدنيا ايه؟ ربنا خلقنا اللي احنا مش قادرين نفهم النقطه دي. خلقنا مش عشان العباده والطاعه والصلاه وبس، خلقك عشان تتعلم. تمام، اقرا. قال ما انا بقارئ، قال اقرا، قال اقرا باسم ربك الذي خلق فاقرا. اتعلم. وربنا ليه جاب الايه دي؟ قال لك عشان تتعلم تقرا. افلا يتفكرون، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء. انظر وتفكر وتمعن. سيدنا ابراهيم عليه السلام يقول لك: فلما جنى عليه الليل قال هذا ربي هذا اكبر. جنى عليه الليل، تفكر في السماوات في الارض. وفي آية تانية يقول لك: ونعلمه من تأويل الأحاديث في سورة يوسف. وفي آية تانية يقول لك: أفلا ينظرون أفلا يتفكرون. فكل الحاجات دي ذكر. فذكر إن الذكر عايز يذكرك وعايز يفهمك. كل دي إشارات عشان تفهم وتتعلم وتفكر وتنظر وتتذكر وتتمعن في خلق ربنا. أنت عايز تتعلم، أنت مش مخلوق كده. عقلك ده، تمام، اللي ما يعرفش يا جماعة، أقسم بالله بجد والله ما بجيب الكلام ده من عندي. عقلك ده، تمام، ربنا خلقه جواك عشان يتعلم، عايز يملى معلومات. فانت تقدر تملاه بحصيله من الهبل والعبط والقعده على القهاوي والبلاي ستيشن والمش عارف الايه والبنات والكلام الفاضي. وفي انك ممكن تملاه معلومات تبقى خزين بعد كده ينفعك في الكبر، في الخبره، في التجارب. هي ليه التجارب دي بتحصل لنا؟ والخبرات والتعب والحاجات والمشقه يعني اللي بتحصل لنا في حياتنا، ليه؟ قال لك عشان التجارب دي تيجي بعد كده تتعلم منها فما تعملهاش. فلما تقابلك تجربه، لا انا عارف انا بعمل ايه، انا صح، انا ذكي، فهقدر اتعامل مع الموقف ده. واحد ضحك عليك في فلوس مثلا بالبلدي اهو، واحد مثلا حاول ان هو يضحك عليك في حاجه، واحد مثلا حاول ان هو يضحك عليك في فلوس، واحد مثلا قال لك تعالى اشتغل وانت ما كنتش تعرف ورحت اشتغلت واتنصب عليك. طب لو انت اتعلمت كان اتنصب عليك من اول، مثلا كنت هتفهم وتتعلم، فما كنتش هتكرر نفس الخطأ، صح كده؟
ده نفس الموضوع، وربنا بيديك التجارب دي كلها والمعلومات وانك تتعلم وطاعة. يعني ليه بيحصل لي؟ لا، انت مش ليه بيحصل لك كده، هو ده الطبيعي انك لازم تفشل عشان تتعلم. ما هو يا جماعة يعني انتوا قارنوا معايا، زي ما في جنة في نار، خليكم معايا واحدة واحدة، زي ما في خير في شر. فانا لازم التجارب دي بتعلمني، تمام، بتعلمني عشان ايه؟ عشان اوصل ليه في الاخر؟ انجح. هو مفيش حاجه اسمها فشل اصلا، هو في تجارب فاشله، تمام، تؤدي الى طريق، تمام، يعني او تجارب خاطئه، اسف، تجارب خاطئه تؤدي الى طريق خاطئ مثلا، تمام، وفي تجارب ناجحه تؤدي الى طريق ناجح. فكل ده من مين؟ مني انا اللي بتعلم، انا اللي بفكر، انا اللي لازم يكون عندك ذكاء تفهم، لازم تكون عندك بتاع ده، تكون مخضرم، يكون عندك فراسه، تفهم الشخص ده عايز ايه من تصرفاته، من طريقته، من افعاله. فكل ده، كل الدنيا بما فيها حتى جسدك اللي انت متعرفش بيتحرك ازاي او ايه اللي بيحصل جواه، تحت امرك انت، بس انت اللي بتمشي وراه. لما بتتبع شهواتك وغرايزك وبتمشي في الغلط، فبيضطر عقلك يمشي بسيستم اي حاجة في اي حاجة. ليه؟ ما انت مش معلمه، ما انت سيد يعني ربنا خلقك سيد العالم وسيد جسدك. فانت لما وجهت شهواتك ورغباتك لله عز وجل وطاعته، هي اللي هتوجهك، هي اللي هتقودك. انتوا فاهمين انا قصدي من كل الملخصات اللي انا بقولها؟ ان انت سيد نفسك، انت المتحكم على نفسك، انت قائد نفسك، انت اللي تقدر تحرك نفسك للصح، وانا اللي اقدر احرك نفسي للغلط. انا اللي اقدر انجح وانا اللي اقدر افشل. كل حاجه باذن ربنا، بس بتصرفاتك، بارادتك، باختيارك، وربنا مش غصبك. ولما تقول لربنا كاتب، كاتب، بس هو شاف في علم الغيب، تمام، قبل ما انت تكون اصلا ان انت هتتصرف كذا فكتبوا عليك. يعني قدرة ربنا اهو، ما انا بقول لكم ما تحسبوهاش بعقلك انت، لانك انت مهما وصل بعقلك مش هتقدر توصل لحاجه من ربنا، ولكن ربنا هو شاف، تمام، هو في قديم الزمان شاف ان انت خلاص اتخلقت ومشيت ورحت وجيت وعملت وسويت، فراح كاتبه عليك باختيارك، بطريقك. بس ده اللي انا عايز اقوله. فانت انجح، مش كل فشل يحبطك تنتهي وتقع في الارض وتبكي، لا، قوم واضحك وابتسم في وجه نفسك، وارمي خوفك ويأسك وألمك في فشلك في وش العالم كله، واصرخ بأعلى صوتك وقول انا اقدر انجح. انا مفيش حاجه تقدر تقف قدامي. عقباتك اللي في طريقك كلها والاحجار اللي واقفه قدامك، خدها وابني بها سلالم اصعد بها للنجاح. مش كلام ولا كلام جرايد ولا كلام كتب، دي حقيقه. انت تقدر تحقق المستحيل، ربنا عطاك قوه جباره بس انت ما تعرفهاش. انت غافل عن العالم اللي انت فيه. في حوادث وفي حاجات كتيره جدا خارقه للطبيعه بتحدث من حواليك، وفي حاجات سمعنا عنها اقسم لكم بالله، انا لو قلت لكم حاجات انتوا مش هتصدقوها. ده انت ما تعرفش ان في اساسا في العالم اللي احنا عايشين فيه ناس عايشين تحت الارض، وفي ناس عايشين في اماكن تانية، وفي ناس تانية اسمهم الرماديين، ده اللي عايشين تحت الارض، وفي عالم كامل ومدن. بس انت ما تعرفش. في حاجات كتير اقسم لكم بالله خارقة للطبيعة تماما، واكتشفتها وسائل الانباء، واكتشفتها البتاع دوت اخبار التواصل، واكتشفتها حاجات وانتوا نايمين في الخبز، زي ما بيقولوا نايمين في الحمص. لا، فانت في عالم بيجري من حواليك انت متعرفش عنه حاجه اصلا. فكل الملخص اللي انا بقوله ده، انت مفيش حاجه تقدر تقف قدامك، انت قوي تقدر تحقق المستحيل، صدقوني. تمام، اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده وبرنامج جديد، ويا رب اكون عجبتكم النهارده. ويا ريت شويه شير كده على الفيسبوك، يعني تظبطوا لي الفيديو ده، انا عايزه يلف الفيس كله يا جماعه، ويلف اليوتيوب، يعني ظبطوا الاداء كده زي ما بظبط الاداء معاكم، والله بتعب في الفيديو ده. واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.